مرحبا أحبابي، شلونكم؟ اليوم رجعنا لكم فيديو جديد من مطبخ ست الحبايب، وهي طريقة عمل شل فراي العراقي. طريقة جدا سهلة والطعم أكثر من رائع. جربوها وإن شاء الله تنال إعجابكم. عندي هنا شحم مقطع مكعبات، قليته بهذا الشكل. بعد ما ذاب الشحم وتغير لونه ضفت له مكعبات اللحم، وبعد ما قليت اللحم ضفت له نصف كوب ماء ساخن حتى يكمل استواء. ومن بعد ما استوى اللحم ضفت مكعبات البصل، قلبته مع بعضه وضفت البهارات عندي بهارات السبعة وفلفل أسود والكركم، وأكيد ما ننسى الملح. بعد أن ذبل البصل ضفت مكعبات البطاطا وقلبتها. راح أترك البطاطا أغطيها وأتركها إلى أن تستوي، وبعد ما استوت ضفت معجون وتركته على النار تقريبا 5 دقائق. أكلة جدا سريعة وجهزت أكلتنا لليوم وصارت بهذا الشكل، وألف عافية. أكلة مغذية ما بيها أي زيوت مهدرجة وجدا سهلة وطعمها كلش طيب. جربوها وإن شاء الله تنال إعجابكم. زينتها بالبقدونس المفروم وصارت بهذا الشكل. قبل لا نختم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل شي جديد من مطبخ ست الحبايب. مع السلامة.